ومعانا الأستاذة أمة الله. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا في حضرتك. نتعرف بحضرتك. أنا المدربة أمة الله الشامي في التطوير الذاتي والتنمية البشرية، وكمان في نفس الشيء لايف كوتش. جيت هنا عجبني كثير من الإعلامية شاهي، لأنه بيتكلموا اليوم على حوار رائع جدا بالنسبة اللي هو الحوار الإيجابي ومشاكل سن المراهقة. فهذا العصر يحتاج إلى توعية، وأكبر حاجة هي الحوار فعلا الإيجابي والتطوير في هذا الشيء. فحبيت أنه أكون جزء بسيط في هذا طب إزاي يحصل التطوير؟ والله أول حاجة من العلم، من القراءة، من التوعية. يعني مستحيل إنه أي حاجة يجي لينا إحنا في شيء من نبحثش عنه، عشان مهما كان مع الضغوطات والتغييرات اللي بتحصل في الحياة، فضروري الإنسان ينمي فالسعي وراء البحث والفكر، لأنه مهما كان لازم نحفز أنفسنا، هي بيجي بالتحفيز البداية. فهذا شيء جدا مهم، وحلو ان احنا نعطي خلفيه بسيطه للمراهقين انه ماذا يعملوا، كيف يتقبلوا الوضع، وكيف انهم يقدروا يتجاوزوا بهدوء وصبر وامل. ميرسي جدا لحضرتك وبشركتك معانا. الله يسلمك، شكرا جزيلا لك، اهلا وسهلا، تحياتي.